ازاي ارجع الاكسبلور تاني للاكونت بتاعي؟ عمر بيسأل هنا، والسعيد 26 برضو كان بيسأل برضو نفس السؤال اتسأل، فهنعمل لهم فيديو واحد نوضح لكم فيه ايه اللي بيسقط الاكسبلور عندك، ايه اللي بيوقعك من على الخوارزميات ان الاكسبلور يسقط من عندك وما صفحتك ما تتشافش تاني. حاجات مهمة جدا لازم نعرفها ونشوفها، ونشوف ايه اللي فينا اللي بنعمله بيسقط الاكسبلور، اللي بيخلي الصفحه ما تزيدش عن 120 130 متابعه 130 مشاهده. ايه اللي وصلنا للحاجه دي؟ ماشي يا جماعه الخير، صلوا بينا على الحبيب وخلي قلبك يطيب، واكتب لي كومنت بالصلاه على الحبيب. اي سؤال عايزه اكتب لي كومنت اعمل لك عليه فيديو على طول. ايه يا جدعان اللي بيقع على الاكسبلور؟ ايه الاسباب اللي بتقع على الاكسبلور؟ اول حاجه البرامج اللي هي السوشيال ميديا عامه، التيك توك واي حاجه بتطلع بس او بتعرض حاجات، البرامج دي مبنية على التفاعلات. البرامج دي يعني لو نقول بالبلدي كده مجرد حاجات تعارف، تعرف الناس على بعضها، تعرف البلاد على بعضها، تعرف واحد من مصر على واحد من المغرب، واحد من المغرب على واحد من ليبيا، واحد من ليبيا على واحد من السودان، واحد من امريكا على واحد في الامارات. هو دي شغلانتها، تعرفهم على بعض. طب انت بتلغي لغة التعارف يعني ازاي؟ يعني بتلغي الاضافات. امتى انا الغي الاضافات؟ لما اكون مشهور جدا، ممثل بتاع كوره مش عارف ايه ومشهور، مش محتاج لحد. لكن انا في حالاتنا احنا الحاجات الصغيره دي احنا محتاجين بعض. انت محتاجني وانا محتاجك. ليه الغي الاضافه بتاعتك؟ ليه الغي الاضافه؟ اكتر حاجه بتوقع الايميل بتجيبه الارض الغاء الاضافات. ويا فرحتي ان اتقال عليا انا متابع 50 واحد ولا 40 واحد ولا 200 واحد وانا متابعني 10,000. مش هيعملوا لي حاجه، مش هيعملوا لي حاجه، لان دول لو بيبصوا على الايميل بتاعك هيعرفوا ان انت لغيت المتابعه. اللي انت اللي بتلغي له المتابعه ويلغي لك المتابعه هو ده المتفاعل، هو ده اللي فاهم. انما اللي ما بتلغيش له المتابعه ده مش فاهم حاجه خالص، ده هتخش البرنامج زي طالع من البرنامج. يبقى الغاء الاضافات لا، اوعى تلغي الاضافات، خلي دايما 30%. هتوصل لحد معين انك انت مش هتقدر تتابع تاني، هم 10,000 وبس. يبقى الغاء الاضافات لا، خلي 30%. لو عندك 1000 خد 300، لو عندك 2000 خد 600 كده، علشان يدوني اكسبلور، عشان يدوني اول ما انزل الفيديو يخش على صفحتي. اول ما تنزل الفيديو ويخش ناس على صفحتك بيرفع لك في الاكسبلور. دي اول حاجه. تاني حاجه التفاعل، خش عند الناس اعمل لايك كومنت واكسبلور عند الناس. خش عند الناس، ما تبقاش كسول، انت بتلف بتلف بتلف، ما تفرش. اقف على الصفحه، اقف على الفيديو، وبالذات لما تكون حاجه من المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه، اقف على الفيديو وروح داخل لصفحه الشخص، اديله لايك وكومنت واكسبلور. اديله لايك على الفيديو، ما تدوش له في الاول، اكتب له كومنت او يا اخي حط له ورد، واعمل الكومنتات اللي عنده كلها كام لايك كده، هتلاقي ناس، هتلاقي نفسك بتزيد في المتابعين وبتزيد في المشاهدات. هو ده اللي يرفع معايا الاكسبلور. لو تفاعلت عملت 400 حركه كل يوم ما بين لايك وكومنت واكسبلور للناس، والله العظيم هتلاقي صفحتك طلعت بسرعه الصاروخ. ايه، خش عند الناس اعمل لها لايك وكومنت واكسبلور وعلى نشر وحطه في المفضله، هتلاقي الصفحه تطير بتاعتك. مش هتعمل كده وهتدنك مصر على الغاء الاضافات، هتلاقي صفحتك ما بتتحركش. احنا هنا في التيك توك عايزين التفاعل مع بعض. لو مش هنتفاعل مع بعض يبقى ملوش لازمه. مش ما تقعدش تفر، في برامج تانية تفر منها احسن. حاولوا تفهموا الحاجه دي كويس. انا ما بقولش لكم حاجه مش من مصلحتكم، بقول لكم حاجه في المصلحه 100%. انا بقول لك يا غالي يا غالي، اللي انت عايز تعمله اعمله، ما تلغيش الاضافات، اعمل تفاعلات مع الناس. انت بتقعد ساعتين ولا ساعة ولا 3 على التيك توك، ايه اللي ما يخليكش تقضيهم على انك تخش عند الناس وتعمل لهم هم كل فيديو ممكن تخش عليه 5 ثواني ولا 10 ثواني لايك وكومنت واكسبلور؟ بكده هتلاقي نفسك بيجيلك متابعين على الحاجات دي عشان يردوا ليك، وهتلاقي نفسك بيجيلك مشاهدات عالية، وبتعلى المشاهدات ترجع صفحتك تظهر. طول لما انت بتلغي الاضافات وطول ما انت ما بتخشش التيك توك مش شايفك، مش موجود بالنسبة له، انت مش موجود، مجرد ايميل واحد دخل ماشي كل سنة مرة، واحد ما دخلش ماشي. يلا يا جماعة الخير، نخش لبعض ونتفاعل عند بعض ونكتب كومنتات لبعض واكسبلور لبعض، ولاقي نفسك
هتلاقي نفسك، وما نلغيش الاضافات، هتلاقي نفسك اوتوماتيك شغال وطالع بسرعه الصاروخ. مش هقول لك كده اصبر، لكن انك انت لغيت الاكسبلور بتاعك في شهور، مش هترجعه في يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا اسبوع، هيقعد على الاقل، هتقعد 15 يوم عشان تشوف. بس كل يوم هتلاحظ فيه ارتفاع، كل يوم ما بين يوم والتاني هتلاقي فيه ارتفاع. المشكله بدات تحل. ماشي يا جماعه الخير؟ يلا يا جماعه ما تنسوش البث بتاعنا الساعه 7 مساء، 7 مساء البث الساعه 7 مساء يا جماعه ان شاء الله. ونحاول نرجع للميعاد القديم علشان نزود الاكسبلور شويه في اللايف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش لايك كومنت اكسبلور، وحط الفيديو مفضله واعاده نشر علشان الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله.